السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على واحد القانون اللي يلاه جديد، اللي هو القانون التنظيمي للاضرابات، اللي نوض بالباله واللي بسببه دار اضراب وطني في جميع القطاعات لمده يومين. فالحاجه اللي نطلب منك هي خاصك تتبع معايا الفيديو حتى للتالي باش تخرج فاهم وعارف كل شيء، لان هذا القانون كيهمك وكيهمني وكيهم كاع المغاربه. فما تنساش دير ابوني وجي من الفيديو ويلا نبدا. قانون التنظيمي للاضرابات، باش نفهموا اشنو واقع خاصنا نرجعوا نديروا واحد التطليله خفيفه على اول دستور في المغرب اللي كان سنه 1962 وبالضبط في الفصل 14 اللي كيقول: حق الإضراب مضمون، وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق. وسيبين قانون تنظيمي يعني كيشير هذا الفصل أنه غادي يخرج قانون تنظيمي كيأثر الإضراب، ولكن طول هاد السنين ما خرج والو على الإضراب حتى لسنة 2011 واللي كان فيها أول تعديل للدستور، حيث تزاد الفصل 86 اللي كيقول أن مشاريع القوانين التنظيمية اللي كاينة في الدستور خاصها تعرض باش يصادق عليها البرلمان في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى من بعد هذا الدستور. يعني هذا الفصل كيلزم أول حكومة غادي تجي مور هذا الدستور بأنها خاصها تخرج قانون تنظيمي للإضراب. وشكون الحكومة اللي كانت في هذه الوقيته؟ هي حكومة بن كيران، وحيت الدستور لزمها باش تحط قانون كينظم الإضراب، فداك الشيء اللي دارت نهار 6 أكتوبر 2016 حكومة بن كيران غادي تحط قانون الإضراب في البرلمان، واللي غادي يبقى هذا القانون كما هو. غادي تجي حكومة أخنوش واللي غادي تقرر أنها تخرج هذا القانون. ولكن علاش احتاجت حكومة أخنوش بالضبط عاد بغات تخرج هذا القانون؟ علاش ما خرجاتوش حكومة العثماني مثلا؟ ايوا تبع معايا. حكومة أخنوش ملي جات لقات باللي الإضرابات ما بقاوش كيديروهم النقابات، ولاو كيداروا عن طريق التنسيقيات. وشنو هو المشكل في هذا الشيء؟ وبلاتي خليني نشرح لك، بقى متبع معايا. المشكل هو أنه النقابات ملي كانت كدير الإضراب كانت كديرو بشكل عرفي، والنقابات عندهم قانون كينظمهم خارج الشحال هذه، وعندهم أشخاص معروفين هما اللي كيمثلوا وكينوبوا على الأشخاص الآخرين في ذاك القطاع، زائد أنهم ديكلاريين في المحكمة بحال لو قلنا الدولة معترفة بهم. أما التنسيقيات ما هي لا جمعية ولا نقابة ولا شركة ولا حتى شي حاجة. التنسيقية هي غير مجموعة من الأشخاص مكونين واحد المجموعة عندها نفس الأفكار، وهذه التنسيقية الوزارة كتلقى معها مشكل كبير لأنها ما كتعرفش مع من غادي تتفاوض. فكما قلنا النقابات كيكونوا عندهم أشخاص اللي معروفين اللي كينوبوا على الأشخاص الآخرين، في حين التنسيقية ما عندهاش الأشخاص اللي كينوبوا على الأشخاص الآخرين. وحتى التفاوض كيدي وقت طويل لأنه التنسيقية كما قلنا ما عندها حتى شي قانون كينظمها. زيد عليها ملي الأساتذة تخلاو على النقابات وتبناو الإضرابات عن طريق التنسيقيات ونجحوا فيه، الناس في القطاعات الآخرين حتى هما بقاو يديروا بحالهم ويديروا التنسيقيات، الشيء اللي رول الحكومة وخلاها ترجع لقانون الإضراب وتعلن أنها غادي تخرجوا باش تقضي على التنسيقيات وتنظم الإضراب. وبعد ما تعرض هذا القانون على البرلمان ناضت الروينة والصداع وعلى المواد اللي جا بها هذا القانون، واللي بسببه دار إضراب وطني في جميع القطاعات احتجاجا على هذا القانون هذا. فشنو هما المواد اللي كاينين في هذا القانون واللي دار ضجة كبيرة؟ المادة 2 من قانون الإضراب كتقول: الإضراب هو كل توقف جماعي عن العمل لواحد المدة محددة للدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية والاقتصادية المباشرة للأجراء المضربين. يعني هذا الفصل ألغى الإضراب التضامني. بحالاش هذا الإضراب التضامني؟ فمثلا كمثال ممرضين في قطاع الصحة داروا إضراب كيطالبوا بحق من الحقوق، وناضوا الأساتذة حتى هما داروا إضراب كيتضامنوا معاهم باش ياخذوا ذاك الحق. فالأساتذة هنا ما عندهمش الحق أنهم يديروا إضراب، لأن هذا الفصل جا ومنع الإضراب التضامني، لأن هذا الفصل جا باش يمنع هذا الإضراب التضامني ما يبقاش. وأيضا المادة 5 كتقول أن الإضراب السياسي ممنوع. يعني الحكومة أو الوزارة دارت سياسة ضرت بواحد الموظفين أو الأجراء في شي قطاع، فما عندهمش الحق أنهم يديروا إضراب، لأنه إضراب سياسي. يعني إضراب ضد في السياسة طبقتها الدولة، وخا تكون متضرر منها ممنوع دير الإضراب. زيد عليها داروا شروط صعيبة باش تقدر دير إضراب، منها أنه إلى أشخاص كانوا خدامين في شركة وبغاو يديروا إضراب، خاص 75% من الأجراء اللي خدامين في ديك الشركة يجتمعوا ويديروا تصويت، وخاص الأغلبية يصوتوا باش يدار الإضراب. وملي يقرروا باش يديروا إضراب خاصهم يعلموا المشغل ديالهم، يعني الباترون ديالهم، قبل 30 يوم. وإلا في هاد 30 يوم المشغل ما تفاوضش مع الخدامة ديالو خاصهم يعلموه بالمدة المحددة ديال الإضراب قبل ما يديروا إضراب ب 15. وهذه المدة ديال 30 يوم عرفت جدل كبير في مجلس النواب ومجلس المستشارين اللي تم التقليص ديالها ل7 أيام. يعني من الوقيته اللي غادي يجتمعوا فيها الأجراء ولا الموظفين ويتفقوا باش يديروا إضراب، ما يقدروش يديروا إضراب إلا بعد 45 يوم. واللي ما احترمش هاد القوانين غادي يتعرض لغرامة مالية والحبس. وهذا القانون جا باش يحدد حتى الجهة الداعية للإضراب، فحيد التنسيقيات وعطى الحق فقط للنقابات. وباقي هذا القانون كيتناقش قبل ما يخرج في الجريدة الرسمية ويتم التطبيق ديالو على كاع المغاربة. حتى لهنا الفيديو ديالنا كيكون سالا، ما تنساش دير جيم الفيديو ومتابعة القناة، ونتلاقاو فيديو جاي.